موضوعين مهمين لازم نتكلم فيهم. لجان الاهلي على السوشيال ميديا شغاله الله ينور، اشاعات هنا وهنا 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 على ماشي، ده شيء متوقع عادي. لجان اكيد الاهلي مش عايز الزمالك يستقر، فده شيء متوقع عادي. ده بقى زي الميه والهواء، لجان الاهلي بقت زي الميه والهواء كل يوم ماشي. كان اللي انا بستغربه في حاجه تبين لك فعلا ان جمهور الزمالك هو فعلا الثابت الوحيد واعظم حاجه على وجه الارض. جمهور الزمالك مش بيقول كده عشان الجمهور، ده حقيقه والله العظيم. والله لعيبه الزمالك القدام لما مصلحتهم بتخلص والسبوبه بتخلص بتلاقوا يقطعوا بقى. ناس تطلع تقطع في بيسيرو، تقطع لك مش عارف في المدرب مش عارف مين، يقول لك اسرار ما حدش. طب ليه؟ انت بتستفيدي كل قبل ماتش القمه؟ المفروض قبل ماتش القمه ده كل الناس تتدارى، كل الناس تدعم وتقف مع الفرقه. هو انا هفرح لما الزمالك يخسر؟ لو انت زملكاوي بجد عمرك ما تطلع تقول كلام زي ده دلوقتي، لكن انت بتاع مصلحتك. لعيبه الزمالك اللي قدام اغلبيتهم بتاع مصلحه، بالذات لعيبه الزمالك اللي قدام دايما بتوع مصلحتهم. شوف مصلحتي فين، مع الاداره دي يلا بينا، مع الاداره دي يلا بينا. قلبوا عليا بقى اقلب عليهم بقى، اقول اسرارهم. المفروض الحاجات اللي بتحصل جوه الفرقه انت مؤتمن عليها. يعني دلوقتي معلش لو انا نادي اجيبك ليه؟ طلعت قلت اسرار عن النادي، انا اجيبك ليه؟ ما انت بعد ما تسيبني هتطلع تقول اسرار عن النادي، صح ولا لا؟ يا جماعه كل كان الاهلي ده جنه، الاهلي فيه مصايب بس بيتدارى جوه. وفي فتره طلعت لفتره امام سوبر رفيق، وبعد كل ده طلع بحاجات كتير، اللعيبه زعلانه من بعض ومش عارف مين ضرب مين ومين ضرب مين في الحمام ومين اداله بالبوكس وده كل ده عرفناه. لكن كل ده بعد كده اتكتم عليه. كان احنا المدرب يمشي يطلع يقول كل الاسرار. واحد زي طارق السيد يطلع كان في لجنه الكوره، ميدو حازم يديروا الموضوع بشكل افضل، يطلع يقول لا وجروس وبيسيرو مش عارف مين ولا واللي بيحصل ده غلط، ويطلع يقطع في النادي. طب وبعدين انت استفدت ايه حضرتك؟ انا نفسي والله بجد انت استفدت ايه لما طلعت قلت الكلام ده؟ ولا الهوا انت خسرت. كنت ممكن تشتغل في النادي في المستقبل عادي جدا. موضوع مثلا امير عزمي مجاهد دلوقتي يا جماعه، صفحه الزمالك الرسميه نزلت شكر لامير عزمي مجاهد، صح؟ وميدو حازم طلعوا شكروا امير عزمي مجاهد. خلاص عايز ايه؟ قلت لك اصل موقف موهين ايه؟ ناس شافت التدريبات ما فيهاش افضل حاجه، احنا ما كناش مع جروس افضل فرقه يعني في الدوري. ومشكله الزمالك مش مدير فني، انا بقول لك اهو مشكله الزمالك يا ريتها كانت مشكله مدير فني. والله انا كنت بقى اسعد واحد في الدنيا. سهل قوي تغير مدير فني عادي جدا، تغير مدير فني تجيب مدير فني تاني تبقى افضل. لكن لا، الزمالك عنده مشكله كبيره في سكواد اللعيبه، في المستحقات اللعيبه، في حاجات كتيره جدا لو اتعملت هننجح باذن الله. لكن انت بقى كلاعب لعبت في الزمالك قبل كده او مدرب مش عارف كنت موجود مع جروس ولا مش عارف لعيب قبل كده في لجنه الكوره، تطلع اول ما تمشي تقطع بقى. ده انا هقول لك سر وهقول لك سر، يعني اصل الكوره بتطلع دلوقتي. طب وليه يا عم؟ هات بعد ماتش الاهلي اطلع قول الكلام ده محدش ياخد باله. انت طالع قبل ماتش الاهلي ما سيبك بقى من الاعلام اللي سمح لي يقول ده والكلام ده، لان في الاول وفي الاخر انت كواحد المفروض موجود في الزمالك تطلع تقول الكلام ده. مش لازم تطلع تقول اسرار في لعيبه مش عارف عامله مين اللي بلوك، مش عارف مين اللي حصل ومدين قلبين على مين. طب ليه كل ده؟ انت استفدت ايه بعد كل ده غير انت قطعت في الزمالك قبل ماتش مهم؟ ومحدش يقول لي ان الكلام ما بيوصلش للعيبه. بيوصل يا حبيبي، بيوصل. لما معلش دلوقتي لو لعيب جاي الزمالك تسمع الكلام ده يقول لك انا مش جاي الزمالك عادي جدا. يقول لك لا ده في لعيبه عامله مش عارف بلوك لمين، مش عارف مين عامل لمين ومين ما بيحبش مين هيقول لك ايه ده؟ لا يا عم مش جاي. انت استفدت ايه غير ان انت قطعت في الزمالك؟ او كلامي على فكره مش امير عزمي مجاهد بس ولا طارق السيد بس، لا لا لا. مثلا كابتن خالد الغندور مثلا الراجل كابتن تاريخي نادي الزمالك، يطلع يقول لك اصل الجفالي زعلان وغضبان وماشي مش عارف لوحده. كابتن خالد الراجل اولا نزل تمرين ان هو راجل اتمرن تمرينه البدله، بيصير يصمم ان كل الناس تتمرن بعد الماتش. الراجل اتمرن بيمشي لوحده. ده في لعيبه في الاهلي بتمشي لوحدها، لعيبه في بيراميدز بتمشي لوحدها، لعيبه في الزمالك بتمشي لوحدها عادي. هو ليه دايما الاعلام كله على الزمالك؟ ليه الشائعات دايما على الزمالك؟ وفي شائعه ثانيه برضه منتشره في لعيب الزمالك بيمثل. اقسم بالله اللعيب الناس فاهمه قصدي، عشان الموضوع ده بقى حساس للاسف. والله العظيم ما بيمثل يا جماعه. انا مش عايز، اقسم بالله انا بحلف بالله والله العظيم انا عايز لا مصلحه لا من الزمالك ولا من المدير الفني ولا اي حاجه يا جماعه. انا اصلا حتى والله عمري ما رحت الزمالك اصلا، ولا ما اعرفش فين. انا اصلا في محافظه ثانيه غير اللي فيها الزمالك اصلا اساسا، فمش دعوه لا مصلحه مع حد. والاداره انا طلعت قطعت في الاداره 100 مره، فاكيد مثلا لو انا بتاع مصلحتي كنت طلعت شدت بالاداره بقى ويلا هشيد بيهم لو عملوا حاجه حلوه على فكره عادي جدا جدا. يعني لو بيسيرو ده ربنا وفقه ونجح هشيد عادي بالناس اللي جابته مفيش مشكله. جبت لعيب سوبر هطلع اشيد. الواد سيري ده اللي كان هيجي اللي كان من كوت ديفوار ده كنت هطلع اشيد بالناس عادي. دي الكوره بنتقد شويه اشيد شويه، لا مش مصلحه مع حد. لكن المصلحه بتبان امتى بقى؟ لما السبوبه بتاعت الناس اللي لعبت الزمالك قدام بتخلص فيطلع بقى يقطع. دي هنا اسمه مصلحه، هنا اسمها السبوبه انتهت. ده مش موجود عند جمهور الزمالك، لان جمهور الزمالك ما بيكسبش حاجه من النادي، بالعكس احنا بنشجع نادي وبنحب النادي بس مش عايزين اي حاجه من النادي ان احنا نشوفه. طب اقول لك على حاجه، اغلبيه جمهور مصر نكسب وبتاع، احنا لا يا عم احنا بنحب نتفرج على، اقسم بالله انا بستنى يوم الماتش الزمالك ده من الصبح، بستنى اليوم. سيبك بقى من مين بيلعب مين ما بيلعبش، مين مدير فني مين اداره، بندعم وبنحب بحب اتفرج على الزمالك في اليوم اللي بيجي فيه. انا احساسي كده، ما اعرفش انت احساسك عامل ازاي، انا احساسي كده، ده حقي حتى انا احس بالاحساس ده. طبعا ببقى فرحان جدا لما بنكسب وببقى زعلان جدا لما بخسر، طبيعي ده هي دي الكوره. لكن انا بستنى الزمالك يلعب من الصبح. لكن لعيبه الزمالك اللي قدام لا مصلحتي يا باشا فين؟ اخد لي قرشين هنا اطلع اقطع في نادي، اطلع اقول اشاعات على النادي عشان اتشاف، اطلع اقول حتى لو لعيب لسه جاي. الجفاري ده لسه جاي يا جماعه، لسه الناس حتى ما تعرفش اسمه احمد الجفاري ايه، الناس لسه ما تعرفش رقمه ايه حتى، اطلع عليه اشاعات. وده طبيعي يا جماعه. ده بيحصل ليه بقى؟ مفيش اعلام قوي بيرد. ده الاعلام اللي بيطلع يقول عليك حاجه ده اشاعه
ينفعش تطلع معاه في التلفزيون، ما ينفعش تدخل معاه في مداخله كده، هيحترم نفسه، عمره ما يقول عليك اشاعه ولا عمره هيجيب حد يقطع فيك. لكن انت الصبح بيقطع فيك، بالليل تطلع معاه. طب ده ازاي يا جماعه؟ انت قول لي ده ازاي؟ لازم الاعلام يحترمك، عشان يحترمك لازم تاخد موقف، لازم تبقى راجل تاخد موقف ليك رد فعل. لكن احنا كل حاجه لا والله الاعلامي ده بيجيب واحد يقطع فيه اطلع معاه، ازاي يا جماعه؟ دي كمان محتاجه فلوس، عشان الناس اللي هتقول السيف فلوس، المداخله دي بفلوس؟ يعني اي حد من الزمالك لما بيعمل مداخله مع اي اعلامي بيقطع في الزمالك دي بياخد عليها فلوس المداخله؟ لا يا حبيبي ما بياخدش عليها فلوس، المداخله دي بتبقى كده بالحب مجاني. عارف لو بتاخد عليها فلوس قال لك ما بيقبضش كل حاجه، يقول لك الفلوس يخرب بيت الفلوس. الزمالك دخله فلوس كتير يا جماعه، بياخد فلوس كتير في الرعايه، بس مفيش اداره، بتاخد الفلوس دي تصرفها على الكوره بس. ده الصح، ده موضوعه بعدين. وانا بدعم دلوقتي الاداره قبل ماتش القمه، وبدعم النادي وبدعم اللعيبه وبدعم بيسيرو، بدعم كل الناس الموجوده في النادي دلوقتي، وعامل فيديو ما قبل، فيديو حلو ان شاء الله، تكتيك وكلام وكل حاجه. ولكن انت لازم تاخد موقف في نادي الزمالك. نيجي بقى للموضوع الثاني اللي علاقه برده بان احنا ناخد موقف. محمود بن طايق بعد ماتش بتروجيت، كان ماتش طبعا غريب ومعقرب وحصل فيه حاجات كتيره، ولكن بن طايق ندهوا عليه، الرابطه ندهت عليه وقالت محمود بن طايق نجم المباراه. خلاص انت اللي قلت. شوف حتى الفيديو اللي منتشر ده، تلاقي بن طايق بيقول ايه، بيندهوا عليا، بيشاور على ودنه كده، صوت بيندهوا عليا بيقولوا محمود بن طايق. الراجل رايح، فالناس في الزمالك رايحين خلاص الراجل هياخد جائزه افضل لاعب في المباراه. ناس بعدته قالوا له لا لا ابعد ابعد، وادوها للاعب بتروجيت. دي ناس مش بتحترم نادي الزمالك. لو انت ما خدتش موقف في الموضوع، هيجي حد يقول يا جماعه هي دي جائزه، هي طبعا ما فيهاش فيها فلوس ولا حاجه، بتبقى جائزه معنويه. لا راجل زي ده يا جماعه، فتوح كان اساسي، فتوح طبعا صاب الف سلام عليه، راجل رجع يلعب تاني وبيأدي بشكل كويس، حقه ياخد الجائزه يا جماعه. لو هي مكتوبه له ياخدها. انت قلت وندهت عليه قدام الناس كلها، قدام كل الناس وعلى الهوا وكله، وفي الاخر ما تديهالوش، تقول له ابعد ابعد، وتديها لعيب تاني بتروجيت ما عملش اي حاجه غير الجول اصلا، والجول ده اصلا ما علينا يعني بقى، نسيبك من الجول دلوقتي يا عم، وياخدها لعيب بتروجيت. انده عليه من الاول، لكن تدعي على منطقه وتوقفه ويلا وروح، فاخد تبعده، دي اهانه نادي الزمالك. ولازم ناخد موقف في الموضوع ده، ولازم بعد كده اللاعب اللي هياخد الجائزه يديها لبنتايكو وما تصورش بيه، وده هيبان بقى مين اللاعب السالك ومين اللاعب اللي بتاع مصلحته برضه، هيبقى كل حاجه بتبان، مواقف بتبين، سيبك من الكلام، مواقف بتبين. ان شاء الله الماتشات اللي جايه اي لاعب هياخد افضل لاعب في الماتش يديها لبنتايك، عند حتى لو ما لعبش، لو مصاب خليه يقف وياخدها ويتصور بيها وتنزل على الصفحه الرسميه، ده الصح عند فيهم. يا اما ما تاخدش الجائزه تاني، ارفض، اطلع قول لا يا جماعه انا مش عايز اخدها، عشان زميلي اتهان قدام الناس كلها واتنده عليه في الاخر ما خدهاش، دي اهانه. عشان بس ماشي يا جماعه، جمهور الاهلي مثلا لو امام عاشور كان حصل معاه كده، ندهوا عليه مثلا ووقف وبتاع، لسه هياخد اللقطه مع حبيب قلبه كهربا، لا كهربا بقى خلاص غار بقى، ماشي هياخد في اخر بعدوه وجابوا لعيب تاني. هل انت هتبقى موافق على الموضوع ده كجمهور الاهلي؟ هتبقى موافق على الموضوع ده؟ جمهور الاهلي هيسكت؟ طب النادي الاهلي نفسه هيسكت؟ هيقطع الجائزه خالص. لازم احنا برضو نعمل كده. الجائزه دي ما فيهاش فلوس عشان الناس هتقول لي فلوس، لا فيها فلوس ولا فيها حاجه، بس لما لعيب يتندى عليه ويروح هو هيحس بكسره، هيحس انه متضايق، هيحس ان الزمالك مش عارف يجيب حقه. فيا اما تاخد موقف جاد في الموضوع ده، يبقى بلاها بقى احسن بقى، يا ممكن عادي جدا تروح ما تقولش للعيبه انها هتاخد الجائزه، او اللعيب اللي ياخدها ما يتصورش بيها، يديها لبنتايك يتصور بيها، حتى لو مصاب يتصور بيها. بس يا جماعه ده كانوا موضوعين مهمين جدا جدا، اتمنى اداره نادي الزمالك تخلي بالها من الحاجات دي، اذا كان الملف الاعلامي او الملف الحاجات دي، كل الدعم للنادي كله، كل اللي جاي دعم ان شاء الله لحد ماتش القمه، وربنا يسهل باذن الله. واستنوا ما قبل، هيبقوا فيديوهين ان شاء الله جامدين جدا جدا جدا. في عجبك لايك شير سبسكرايب، سلام عليكم.